حاضر يا ستي، انا متاسف. نحضر الغدا يا سي سامي. ايوه يا ام وهيبه. الله، هو انتوا لسه ما اتغديتوش؟ انا شخصيا ما اكلتش. وماما وام وهيبه؟ ما اعرفش، ما شفتش حاجه. طبعا، وهتشوفي منين ما دام حضرتك طول النهار قاعده في اوضتك وقافله عليك الباب وبتقري روايات؟ وعاوزني اعمل ايه يعني طول النهار؟ ليه ما تساعديش ماما في شغل البيت؟ وحد كان طلب مني حاجه وانا اتاخرت؟ كده هي اللي بتعمل كل حاجه بنفسها ومش محتاجه ليا في اي شيء. انا هنا عامله زي الطرطور، لا ليا لا شغله ولا مشغله. ده مش بيتي ده. الله، ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده يا سعاد؟ مش بيتك ازاي؟ زي ما بقول لك كده، مش حاسه ان انا في بيتي، حاسه اني غريبه فيه. ثم انا ما اتعودتش اعيش في اوضه واحده وفي حي زي ده كله بياعين ودكاكين وقهاوي بلدي. انا في بيت بابا كنت عايشه. اوه هنرجع تاني لبيت بابا؟ الغدا يا سي سامي. طيب يا ام وهيبه، بصراحه الحته دي مش عجباني، وكفايه عشت فيها سنتين، زهقت يا اخي. طيب قومي نتغدى الاول. ماليش نفس. الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ ما اعرفش، ماليش نفس وخلاص. اوه، ما يلا يا ولادي الاكل هيبرد. يعني مش عاوزه تتغدي؟ لا ميرسي. انت حره. الله، امال فين سعاد؟ ملهاش نفس يا ستي. يا ابني دي من ساعة الصبح ما دقتش اللقمة. ما تتفضلي يا ست سعاد. سيبيها يا ام وهيبه تنفلق. يا سامي حسن ملفظك شويه، عيب تتفلق ازاي يعني؟ روح يا وهيبه اندهلها. الا ملهاش نفس دي. دي ملوخية بأرانب ترد الروح. حصل حاجه تاني يا ابني؟ ابدا يا ستي ولا حاجه. امال ايه؟ انا عارف، يمكن الهاني مش عاجبها الاكل. طب ده حتى النهارده احنا دابحين ارانب وعاملين عليها ملوخيه ورز. يلا يا سوسو يا حبيبتي تعالي كلي لك لقمه. مش راضية تيجي ابدا يا ست. ايه زي الكلام ده؟ اما ام لها يا ماما اقعدي كلي. تقومي لها يعني ايه؟ انت يا ابني باين عليك مزعلها، انا عارفاك دايما لسانك يغلط. مالك يا حبيبتي؟ مفيش حاجه يا طنط. امال مش عاوزه تيجي تتغدي معانا ليه؟ ماليش نفس. قومي كل حته ارنب قومي. والله ما ليا نفسي يا طنط. طب تعالي اقعدي معانا وانت نفسك تتفتح. قومي يا حبيبتي قومي. سيبيها يا ماما تتفلق. الله، انت هتتحايلي عليها كمان. ما تطولش لسانك يا سامي واحترم نفسك، انا بقول لك اهو. لا يا شيخ. بس يا سامي. الله، يلا قومي بقى، عيبه نمك ما تكسفنيش. وعاجبك اللي بيقوله سامي ده؟ حقك عليا. لا يا طنط، انا ما اقدرش استحمل العيشه دي بعد كده. اظن عايزه تروحي بيت بابا. مالكش دعوه بيا، انا حر اروح مطرح ما يعجبني. البيض والبسطرمة هم يا ستي. حطيهم عندك في المطبخ وانا جايالك. حاضر. يوهو، وهو انت بعتي تشتري حاجات من السوق تاني؟ ما الطبيخ في البيت يا بنتي. معلش. لا يا سعاد، ما يصحش اللي بتعمليه ده يا بنتي. امال احنا بنطبخ لمين؟ يمكن طبخنا يا ستي ما بيعجبهاش. لا بالعكس، عن اذنك يا طنط. كلام ايه ده؟ تعالي يا ماما كلي وسيبك منها بقى. لا يا ابني، دي حكايه ما يتسكتش عليها ابدا بعد كده. شوف اسمع يا سامي، انت من هنا ورايح تخلي مراتك تطبخ لك اللي على مزاجها وتاكل انت وهي وخدمتكوا سوا وانا وهبه ناكل سوا. ازاي الكلام ده بقى؟ زي ما بقول لك كده. وهو احنا نطبخ الطبيخ في البيت ونكلفه الشيء الفلاني ومراتك تبعت تشتري من بره وتاكل لوحدها؟ معناته ايه الكلام ده؟ وعلى ايه المصاريف دي كلها؟ يا ماما سيبك منها، دي مخها على قدها. لا 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 يا ابني، احسن طريقه كل واحد ينفصل في الاكل بتاعه واحنا حبايب. حد عارف، يمكن ده اللي يريحها ويطمن قلبها. بنتي يا بهانه. نعم يا ست. تعالي هنا. نعم يا ستي. كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت بجيب الخضار لستي الكبيره. وانا مش قلت لك 100 مره قبل ما تخرجي لازم تاخدي اذن مني؟ اصل ستي الكبيره هي اللي لا قالت كبيره ولا صغيره، انا هنا ستك وبس، ولازم تاخدي مني انا اذن قبل ما تخرجي، سامعه؟ حاضر يا ستي. خش في نص الاوضه جوه. حاضر. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا سعاد؟ وفيها ايه يعني لما بهانه تجيب لنا الخضار من السوق؟ هو انا برضو مش ستها؟ انا مش بقول على كده يا طنط. لا يا بنتي مالكيش حق، عيب الحاجات الصغيره دي مش حاجات صغيره، انا ستها ولازم تسمع كلامي، ولا كمان مش هقدر احكم على خدامه في البيت ده. ما تحكمي يا بنتي، حد حاشك؟ خلاص دي خدامتي وانا حره التصرف فيها زي ما انا عاوزه، وانت يا طنط مالكيش حق تزعلي من كده. لا يا بنتي انا مش زعلانه، هزعل من ايه؟ على رايك دي خدامتك وانت حره التصرف فيها. وهيبه، تعالي يا وهيبه. نعم يا ستي. اسمعي، من هنا ورايح بهانه ما تقضلناش حاجه من السوق، فاهمه؟ وهو يعني من امتى يا ستي بقى انا بتقضلنا حاجه من السوق؟ ما انا اللي طول عمري بخرج اشتري الخضار واللحمه بنفسي، غيرش النهارده تعبت شويه لما نفضت البيت وشلت كله على دماغي. خلاص مش عاوزين دوشه وقلب الدماغ على حاجات فاضيه زي دي. والنبي ست سعاد ما ليها حق.
بنت يا بهانه، نعم يا ستي. انت لسه ما خرجتيش؟ وفين حمد امال؟ سي حمدي مع الست الكبيره. هو انا مش قايله لك تاخديه وتخرجي بيه شويه في الجنينه؟ ما هو اصل الست الكبيره قالت ردي عليا الاول، انا قلت لك ايه؟ قلت لي اخد سي حمدي واخرج افسحه شويه في الجنينه. وليه ما نفذتيش امري؟ اصل الست الكبيره قالت لا انت مش نافعاني ابدا، انا مش عارفه اتفاهم معاكي، انت لازم ما تشتغليش عندي. ايه الحكايه ايه الحكايه بس بتزعقي ليه يا سوسو؟ ست زفت بهانه دي، كل ما اكلمها كلمه تقول لي ست الكبيره ست الكبيره. طب وطي حسك شويه ماما تسمعك بعدين. الله، ايه اللي حصل؟ الست مش عاوزه تسمع كلامي، يا. خدامتي ومش عاوزه تسمع كلامي، في حاجه تجنن اكتر من كده؟ ليه يا بهانه مش عاوز تسمعي كلام ستك الصغيره؟ ستها الصغيره دي انت راخ، هي لها كام ست؟ قصدي انت طبعا. انت يا بت كلمي. اقول ايه بس يا سيدي؟ ليه ما بتسمعيش كلام ستك سؤال؟ دي حماره، دي مغفله، دي هتجيب لي عصبي. طب بس هدي نفسك يا سوسو يا حبيبتي، المساله بسيطه. بسيطه ان انا مش قادره احكم على خدامه. يا ست سعاد، ما هو اصل الست الكبيره قالت لي اخرس انت، حد طلب منك تتكلمي؟ امشي غوري بره. ياه. ايه بس يا سوسو؟ على ايه ده كله؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا في البيت ده ولا حاجه. يا